بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. مرحبا بكم في القناة. كيفكم؟ إن شاء الله طيبين، بتمنى إنكم تكونوا كويسات وفي أمن وأمان، وربنا يحفظ بلدنا السودان يا رب العالمين، ونرجع نلقاكم سالمين آمين يا رب. فيديو الليلة حوريكم بسبوستي العجيبة. والظريف في الموضوع إنه أنا بعد ما جهزت الحاجات دي كلها عشان أجي أصور، جيت أشيل أول مكون اللي هو في العادة بعملها ببيض. لقيت البيض ما في خلصان، استسلم؟ لا طبعا. المهم جبت كاسة زبادي، كان أصلا فاتحاها وشايلة منها ملعقة نص كبيرة كده. ضربتها كويس، وبعد كده ضفت ليها الفانيليا ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغار من الفانيليا، وضربتهم كويس، وحاضف لهم كوباية ونص من الحليب. البسبوسة دي الأيام دي واقعين في حبها، أنا وأولادي ما شاء الله بنعملها يوميا، وصراحة هم حبوها، وديش حاجة شجعتني إنه أعملها. وخلاص اعتمدت الوصفة دي لأنها وصفة ناجحة شديد، بغض النظر عن رجاء الجداوي ده إصدار السلطة. بعد كده جبت ملعقتين كبار من القشطة الجيمر، وضربتها كويس مع الزبادي والحليب والفانيليا، وقمت أضفت ليها كوباية كبيرة من السكر ونص كوباية من الزيت. هنا أضفت السكر كوباية. في الأول لما شفت الكمية دي قلت هتطلع مسكرة شديد، لكن سبحان الله طلعت سكرها مظبوط شديد، لدرجة إنه تحس إنه ما فيها سكر أصلا، يعني تحس إنها مسيخة. لما حليناها بالحليب المكثف حتى يعني كده طعمها بقى حلو حالي. ونص كوباية من الزيت أضفتها. بعد كده جيت كبيت نص كوباية من الحليب، وتاني حكب ملعقة صغيرة من الباكنج باودر. ليه ملعقة صغيرة؟ لأنه لو كبيت ملعقة كبيرة طعمه حيظهر فيها وحتبقى كده يعني حامضة لاذعة حاجة زي دي. فأول مرة عملتها كبيت ملعقة كبيرة والطعم كان ما مستساغ نهائي. هسي النص ملعقة صغيرة دي حتديها نفخة حلوة. وبس. بعد كده كبيت كاستين من حقين الزبادي ديلهم ذاتهم، كبيت كاستين سميد. وطبعا أنا دايما قبل ما أجي أعمل البسبوسة بشغل الفرن أول حاجة. ده شكل الخليط اللي أنا عايزاه. بعد كده جبت صينية ممسوحة بطحينة، وفرغت فيها الخليط، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180، يعني بتاخد نص ساعة كده أو 20 دقيقة. أول حاجة تحت وبعدين فوق يعني 5 دقايق وخلاص بيكون نضجت. هنا ده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن وهي حارة طوالي. بسقيها شنو؟ حليب، عشان ما تبقى لي ناشفة. بعد كده بعد ما سقيت الحليب بغطيها بفويل أو صينية أو صحن، وخليها تبرد ودخلها الثلاجة، وبعدين أطلعها عشان نستخدمها. طبعا الحليب يتدفق. هنا ما كان مفروض أقطعها وهي ساخنة، كان أخليها بعد تبرد بعدين أقطعها، لأن هي شايفين زي اللي فتفتت كده. المهم إنها والله طلعت بزبوسة فنانة.
هنا ده شكل البسبوسة. بعد كده غطيتها بصينية وهدخلها التلاجة، ولما اجي اقدمها او لما تيجي تنضج تضيف قبليها حليب مكثف. يعني طلعت حاجة رهيبة في الصينية. قبل شوية دي اخر 3 حبات باقية، وما شاء الله كأنها كلها من الصينية مباشرة. هنا كان بوريكم القوام حقها، وهي رهيبة قدر شنو. يعني وصفة حلوة شديد، ممكن تعتمدوها في مشروع. يعني وصفتي دي ذاتها ممكن تشتروا الأكياس الصحانة بتاعة القصدير دي، وتكبوا العجين فيها وتدخلوه الفرن وينجض وتطلعوه زي بالطريقة دي. بعد كده تسقيه بشنو الصحانة دي. يعني سعرها 5 ريال بديك 12، والحجم حقها 350 ملي. يعني الكمية اللي أنا عملتها قبل شوية دي ممكن تعمل ليكي 4 صحانة أو 3. بعد كده بتقومي تسقيها اسمه شنو هو بالحليب، وتكبي عليها الحليب المكثف. هنا بوريكم الصحانة حجمها كيف. بعد كده تجيبي الحليب النستلة ده وتغطيه بيها وتفرديه بالإسباتيولا كده، أو تكبيه في كيس حلواني وتزيني بيه البسبوسة. يعني دي تعتبر مشروع الصراحة، إذا انت حابة تبتدي في البيت يعني، وتعملي لك مثلا حساب في انستجرام أو تيك توك في المنطقة اللي انت قاعدة فيها، وتنشري، وربنا أكيد يعني البيسعى ربنا بيرزقه سبحان الله. المهم تتحركي. فأنا قلت بما إنه أصلا عملت الوصفة دي وهي ناجحة، فأوريكم منها فكرة مشروع يعني لو حابين. هنا كبيت النستلة، وزعت بالإسباتيولا كويس. المهم بعد ما وزعناها كده كويس، لازم يعني تسعير المنتج. فتسعير المنتج ده أنا ما عندي فيه خبرة، لأنه يعني ما جربت أشيله وأبيعه. فالمهم انتي ممكن تعملي شنو، تشوفي في البقالة بيبيعوها بكم وتبيعي زيهم. أنا بشوف إنه سعرها 8 ريال أو 10 ريال الصحن، لأنه هو 300 ملي، يعني صحن متوسط أو صغير. وبس. يعني لو عملت 8 صحانة 10 صحانة بيطلع لك 80. لو استمريتي يوميا تعمليها 8 في 3 اللي هي بتطلع 2400. فهو حاجة كويسة يعني من الزول إنه شغال في البيت وقاعد مع أولاده من غير دوام. وربنا يوفقكم إن شاء الله ويرزقكم من وسع يا رب العالمين. بعد ما وزعناها كويس هنجيب كيس النايلون ونقسطره بيه ونغلفه بيه. طبعا بيحتاج انك تعمل ستيكر. دي انا وصفة عملتها تاني يوم. بيحتاج انك تعمل ستيكر فيه اسمك وتاريخ الصلاحية اللي هو يعني الانتاج والانتهاء وبس.